يبدأ بقى إن هو ممكن يقول كلام ملوش لازمة والتعليم باظ ومش عارف إيه، على أساس إن أنا اللي هبوظ التعليم. بالنسبة لشباب تالتة إعدادي اللي عندها مشكلة في درس تدريس العالم، يا مستر إحنا شرح لنا الدرس والدنيا زي الفل، بس ساعات بنتلخبط ما بين أسامي الجبال والهضاب، وكمان بنتلخبط في الأماكن على الخريطة. أنا عندي الطريقة الوحيدة اللي هتحفظك الدرس ده غصب عنك، بس ليا شرط إنك تكون فعلا شرح لك الدرس، وهتعمل حاجة تاني إنك تحاول تكتب أسامي الجبال كل قارة لوحدها، كمان الهضاب لوحدها والسهول لوحدها. زي ما أنا مقسمها دلوقتي، الجبال بأغنية، الهضاب بأغنية، السهول الفيضانية بأغنية. بقى الدرس الدنيا بتبقى سهلة فيه، مفيش أي مشكلة. فتعالى بقى أفكرك بالجبال اللي موجودة عندي واللي إحنا هنحفظهم مع بعض. عندي الهيمالايا وزاجرس وتروس واليابان، دول بتوع قارة آسيا. أفريقيا أطلس والبحر الأحمر، كينيا كليمانجارو ودراب كينزبورg. أوروبا قلب دينارية برانس. أمريكا الشمالية بروكي بابلاش. أمريكا الجنوبية إنديز. استراليا الحاجز الكبير أو اللي هي القلب الأسترالية. نبدأ بقى نحفظه بأول أغنية عندي. هيمالايا في وسط آسيا، بها أعلى قمة جبلية. يابان شرق القارة، في الغرب زاجرس، وفي تركيا جبال طورس، وفي أفريقيا عندنا الأطلس، وفي الشرق البحر الأحمر كينيا وكليمانجارو. جنوب شرق القارة عندنا جبال دراكنزبورg، وفي أوروبا عندنا القلب، وفي أسبانيا اسمها برانس. أما القلب الدينارية دي بقى في البركان. وفي أمريكا الشمالية عندنا جبال روكي وأبلاش. إنديز أمريكا الجنوبية. أما في استراليا عندنا جبال الحاجز الكبير. ده كده بالنسبة للجبال. عندي بقى بالنسبة للهضاب، نفتكر أسامي الهضاب في كل قارة. التبت، الديكن شبه جزيرة عربية. ده بالنسبة لآسيا. أفريقيا صحراء كبرى، أثيوبيا أو اللي هي الحبشة، بحيرات استوائية. جنوب أفريقيا أوروبا ميزيتا وفرنسا الوسطى. أمريكا الشمالية لبنان والمكسيك. أمريكا الجنوبية جيانا، برازيل، بيتاغونيا. الهضبة الغربية في استراليا. طيب نحفظهم بقى التاني أغنية عندي. بالنسبة للهضاب، التبت في وسط آسيا، في الغرب جزيرة عربية، في الهند الديكن، وفي قارة أفريقيا هضبة جنوب أفريقيا، إثيوبيا واستوائية والصحراء الكبرى، وفي قارة أوروبا ميزيتا وفرنسا الوسطى، وفي أمريكا الشمالية البرادو المكسيكي، وفي أمريكا الجنوبية جيران البرازيل بتاعهم، قارة أستراليا الهضبة الغربية. عندي بقى بالنسبه للجزء الثالث واللي هقوله برضه بلحن اغنيه كده، لو عرفت الاغنيه دي اكتبها لي في كومنت. وبرضه زي ما قلت قبل كده، انا يعني مش مع حته الاغاني، بس احنا بنحاول ان احنا نسهل عليكم مش اكتر ولا اقل. خلاص. طيب بالنسبه للسهول، انا عندي في اسيا في سهول سيبيريا كونها نهر الاوب ويانس بلينا. في منشوريا في الشرق وتحتها شرق الصين اللي بيجري فيها نهر اليانجتسي. في عندي نهر السند اللي بيصب في البحر العربي او المحيط الاطلنطي. في دجله والفرات. في افريقيا نهر النيل نايل الكونغو. وعندي نهرين كمان تبقى عارف ان هم موجودين في قاره افريقيا، زي اورنج وليمبوبو. ممكن ما تلاقوهمش على الخريطه هنا، بس كل اللي تعرفه ان هم بيقطعوا ارض جنوب افريقيا، وطبعا تبقى عارف ان هم تبع قاره افريقيا. بالنسبه لاوروبا، في عندي السهل الاوروبي العظيم، خلاص، اللي بيكونه انهار زي راين دانوب وفولجا اللي هو اطول نهر في اوروبا. وفي عندي في فرنسا اللي هو نهر السين، برضه تلاقينا موجوده في الاغنيه، تبقى عارف ان هو تبع قاره اوروبا. في امريكا الشماليه عندي السهول الوسطى كونها نهر نيلسون وسانت لورنس والميسيسيبي. في امريكا الجنوبيه اوسع سهول فيضاء الامازون. شمالها اوريانكو، جنوبها سهول لابلاتا او اللي هي البنباز. واللابلاتا او البنباز بيبقى فيها ثلاث انهار زي لابلاتا وباران وباراجواي، برضه تبقى من الحاجات اللي ما بنشوفهاش على الخريطه كتير، مش مهمه قوي يعني، بس تبقى عارف ان هي تبع قاره امريكا الجنوبيه وبيصبوا في المحيط الاطلنطي. طيب عندي بالنسبه لاخر قاره اللي هي استراليا، ميري وداروين. احنا بنقول في العراق دجله والفرات، وهنا بنقول ميري ودارلينج. فخليك فاكر كمان اللي تحت ميري واللي اعلى شويه اللي هو دارلينج. زي ما بنقول هنا دجله والفرات، هنا بنقول ميري ودارلينج. مش هتبقى لاقي لو قلت دارلينج وميري مثلا. خلاص. فعشان استراليا بتيجي بالنسبه لمحافظه القاهره كتير، فحاول تحفظهم عشان النهر بيجي. ان شاء الله لو الظروف امكنت ان انا اعمل مراجعه باذن الله قبل الامتحان، ربنا ييسر ان شاء الله، هبقى اقول لك على التركات.
طيب نحفظ بقى السهول الفعليه باخر اغنيه عندي، واللي برضك ما تنساش تكتبها لي في كومنت لو عرفت هي ايه. خلاص؟ طب يلا بقى بينا نبدا. فاسيس كل سيبيريا كونها أولين ويونسي، وفي الشرق سهول منشوريا، وتحتها شرق الصين بيجري فيها نهر اليانجتسي، وفي العراق دجلة وفرات، والسند جنبه المحيط الهندي، وفي أفريقيا 5 أنهار، نهر النيل نيجر وكونغو وأورانج وليمبوبو، وفي أوروبا سهل أوروبي بيجري في شوية أنهار زي راين دانوب وفولجا اللي هو أطول نهر في أوروبا. أما بقى في فرنسا عندنا نهر اسمه السين، وفي أمريكا الشمالية عندنا شوية أنهار، نهر نيلسون وسانت لورانس، وعندنا الميسيسيبي كمان. وفي أمريكا الجنوبية عندنا هنا شوية كتار زي أمازون وأورينكو، كمان سهول البنباس بيجري فيها 3 أنهار، لبلطة وبرانا وباراجواي. أما بقى في استراليا عندنا نهرين جنب بعض سهل تحفظهم يا كينج، هما ميري ودارلينج. طبعا زي ما قلت لك في الاول كده لازم يكون الدرس مشروح لك، تقسم الدرس ل3 اقسام: جبال وضاد وسهول. خلاص حتى لو قرايه، وبعد كده تبدا تيجي تحفظ. عيد الفيديو مره واثنين، ممكن تنتقدني في الاول بس بقى بلاش تنتقدني غير لما تشوف الفيديو اكتر من مره. لو انت طالب في ثالثه اعدادي، اي حد طبيعي غير طالب هيبدا بقى ان هو ممكن يقول كلام ملوش لازمه والتعليم باظ ومش عارف ايه، على اساس ان انا اللي هبوظ التعليم. انا في الاول وفي الاخر اللي شاف لي فيديوهات قبل كده قلت والله ان انا بضطر بسبب الجيل اللي طالع ده ان انا اوصل لهم المنهج بحاجه قريبه ليهم، لا اكتر ولا اقل. انا راجل بداعم للاغاني ولا هي فرقالي في حاجه، بس في حاجات بتبقى مسمعه في فتره كده، وبيبقوا الطلبه زي ما قلت والله للاسف حافظينها اكتر من اي حاجه في حياتهم، فانا بستغل الحته دي مش اكتر. خلاص؟ الطالب هو اللي يحكم، وبرضه في طلبه ممكن تنتقد ومش عارف ايه، برضه بتتفرج على الفيديو مره واثنين وثلاثه. في طلبه كانت بتنتقدني لما عملت درس التدريس موجود عندكم على اليوتيوب، كنت عامله باغاني من سنتين كده تقريبا، كان الترند فيه طلبه ابتدت ان هي لا ومش عارف ايه، وبعد كده لما لقيت ان فعلا الاغاني فرقت معاهم ابتدوا ان هم يشكروا لي وكمان بيدعوا لي. انا راجل برضه مش مع الاغاني، بس بحاول اخد اللحن كوسيله ان انا اوصل بيه معلومتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.